قبل التركيز من جديد على إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لتحقيق ريمونتادا المرجوة أمام أتلتيكو مدريد، سيحاول برشلونة استعادة الثقة والتوازن، وذلك عندما يستقبل إسبانيول في ديربي كتالوني بعنوان تعزيز الصدارة بالنسبة لرجال هانزي فليك. مراسلنا باسل طبال والتفاصيل. غضب كبير في برشلونة بعد خسارة الفريق في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، ورسميا قدم برشلونة شكوى للاتحاد الأوروبي بعد الأداء التحكيمي في المباراة. برشلونة خرج بخسارة بهدفين نظيفين في ملعبه، وهي الخسارة الأولى منذ العودة إلى سبوتيفاي كام نو، إلا أن فليك واللاعبين يعتقدون أن العودة ممكنة. في الليغا برشلونة يستضيف إسبانيول في الديربي، وآخر مباراة في هذا الملعب تعود ل 2022 انتهت بالتعادل بهدف لهدف، ولكن منذ مجيء فليك فاز البارسا بكل الدربيات. بيدري خرج بين الشوطين أمام أتلتيكو، إلا أن الفريق الطبي استبعد إصابة للاعب وشارك في التدريبات بشكل طبيعي. فليك أخيرا يستعيد ديونغ وسيشركه في الشوط الثاني. نحن نسير مع ديونغ خطوة خطوة، والخطوة المقبلة هي في الديربي لنرى كيف سيشعر بعد التدريبات، ولنرى ماذا سنفعل في التدريبات المقبلة. والخطوة المقبلة ستكون يوم الاثنين. أنا سعيد بعودته، ولكن علينا أن ننتظر الديربي. إذا كان يشعر بشكل جيد بعد التدريبات فسيكون على مقاعد الاحتياط. لا شك أن فليك يفكر في راحة أهم اللاعبين قبل مواجهة أتلتيكو في مدريد في الأبطال. كوبارسي الموقوف في العودة يفترض أن يبدأ مع أراوخو، بالدي وكوندي. أما في الوسط فسيكون جافي بحاجة للمشاركة للدخول أكثر في أجواء المباريات. فليك بحاجة لراحة أولمو وبيدري، إريك كاسادو وفيرمين هم الأقرب للبداية. أعتقد أنه سيكون خيارا جيدا لغافي للعب منذ البداية، ولنرى إن كان قادرا على اللعب لمدة 90 دقيقة. نسير خطوة بخطوة. لعب 45 دقيقة في المباراة الماضية، سيلعب أكثر الآن، وهو أكيد جاهز للمشاركة منذ البداية. روني قد يحصل على فرصة للمشاركة منذ البداية، وفيران سيلعب مباراته 200 مع برشلونة وبحاجة للتسجيل لتعود له الثقة من جديد. واضح أن المدرب يريد أن يقوم بمداورة في المقدمة لراحة راشفورد ولامين. برشلونة يستضيف الديربي الأول في ملعب سبوتيفاي كام نو الجديد في مباراة سيلجأ فيها فليك لراحة أبرز نجومه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال. باسل طبال، بي سبورتس، برشلونة. جدل التحكيم لا ينتهي بعد مباراة الأربعاء الماضي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. برشلونة يقدم شكوى للاتحاد الأوروبي، وفليك يعتبر أن هذا الأمر سيساعد الفريق بشكل كبير. فليك يستعيد فرانكي ديونغ الذي يفترض أن يشارك أمام إسبانيول في لقاء الديربي المنتظر في أول ديربي في ملعب سبوتيفاي كام نو منذ العودة إلى الملعب الجديد، في مباراة ستشهد الكثير من التناوب، تفكيرا في مباراة الثلاثاء في مواجهة أتلتيكو مدريد في المتروبوليتانو، المرتقبة التي يحضر لها نادي برشلونة إن كانت فعلا ممكنة. ولكن طبعا هذه المباراة، وجود مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل يؤثر على مباريات الدوري بشكل كبير. لماذا؟ لأن فليك بإمكانه أن يعتمد على تشكيلة فيها الكثير من الاحتياطيين. سئل فليك عن أهمية الليغا وأهمية دوري الأبطال، أهمية التناوب، فقال من سيبدأ يوم غد هو ستكون تشكيلة تستحق أن تشارك، وستكون تشكيلة قوية سوف تنافس على هذه المباراة. لدينا عدد كبير من اللاعبين، ومن سيشارك هو فريق يبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى. طبعا عندما سئل فليك عن ما هو أهم، الليغا أم دوري الأبطال، فلاحظوا هنا جواب فليك: الليغا مهمة جدا بالنسبة له، لأن بفضل الليغا أنت تشارك في دوري أبطال أوروبا. طبعا هنا يضع أهمية كبرى للليغا التي هي المسابقة الأصعب، فيها استمرارية، عليك أن تفوز في كل أسبوع، وعليك أن تتمتع في نفس المستوى وأن لا تهدر نقاط. وهنا لديك منافس الذي هو ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والليغا دائما الفوز بها صعب. ولكن نحن هنا من أجل دوري الأبطال، أنا هنا من أجل دوري الأبطال، اللاعبون كذلك، إدارة النادي كذلك، أن هذه هي المسابقة الأهم. فوضع الأمور بكل وضوح، يعني الأمور واضحة بالنسبة له أن فليك ما زال يفكر في مباراة يوم الثلاثاء، وأن عقله سيكون مركزا على الثلاثاء أكثر من يوم السبت. أنا ذكرت في الأسبوع الماضي أن خسارة ريال مدريد أمام مايوركا فتحت المجال لبرشلونة أن يركز أكثر على دوري أبطال أوروبا. لم يكن محظوظ في المباراة الأولى بهذه الخسارة، ولكن مباراة الثلاثاء المقبل هي المباراة الأهم في الموسم.
بالنسبة لبرشلونة الأمور في الدوري بإمكانه أن إذا أضاع نقاط ربما يوم غد ووصل لمباراة أتلتيكو مدريد وتمكن من العبور، إذا وضع كل التركيز عليها فبإمكانه أن يعوض هذا الإخفاق في الدوري. ولكن التعويض في دوري أبطال أوروبا غير ممكن. هناك فرصة ذهبية، هناك فرصة لمباراة صعب أن تخرج بها بالنتيجة التي تريدها، لكن ليس مستحيل. وعن هذه المباراة المهمة جدا، ويجب على فليك أن يكون حذر جدا. في المباراة الماضية في الدوري خسر برنال ولم يشارك في دوري الأبطال، ولا يريد أن يخسر لاعب آخر في هذه المباراة. لذلك أنا أتخيل أن يقوم فليك بعملية مداورة كبيرة منطقية حتى يتفادى المزيد من الإصابات والغيابات. وأنا أعتقد أنه سيبدأ بجوان غارسيا في حراسة المرمى، سيبدأ بكوندي حتى يحصل على دقائق إضافية، هذا رأيي طبعا. كوبارسي بما أنه لن يشارك في مباراة العودة فسيكون متاح لمباراة الدوري إلى جانب أراوخو. أعتقد أن أراوخو هو الذي سيكون أساسيا في هذه المباراة، مع بالدي سيرتاح كانسيلو بطبيعة الحال في هذه المباراة. في الوسط أجد أن جافي بحاجة لدقائق، لعب 45 دقيقة في المباراة الماضية، بحاجة لزجه في هذه المباراة وأن يعود له النسق من جديد. في المباراة معه في الوسط قد نشاهد كاسادو، إريك غارسيا وفيرمين. فيرمين لعب 45 دقيقة، وبالتالي هو قد يكون الأقرب هنا للمشاركة في هذه المباراة. هذه الصورة التقليدية، التحية التقليدية بين مدربي بارسا وإسبانيول قبل الدربي. هنا فليك مع مانولو. هذه الصورة الاعتيادية كما تابعنا في كل سنة قبل أي دربي، سواء كان في كورنيا أم في الكامب نو. وفليك سبق له أن فاز في كل الدربيات حتى الآن منذ أن جاء إلى برشلونة، وهذه رابع مباراة بين الطرفين. وبالمناسبة منذ أن لعب برشلونة مع إسبانيول في الدربي الأول لم يفز إسبانيول في أي مباراة في آخر 13 مباراة في الليغا. مع القميص جافي مرة أخرى مع هانزي فليك. هكذا انتهت هذه التحية الاعتيادية بين الطرفين. استراتيجية تيباس الماكرة يعوض خطة ميامي بكلاسيكو المغرب، ومن هنا يبدأ التغيير. لطالما كان خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني رجلا يرفض الاعتراف بالهزيمة، وحين اصطدم طموحه الجامح بنقل مباريات الدوري إلى الولايات المتحدة بجدران الرفض القانوني والاعتراضات الجماهيرية في إسبانيا لم يتراجع، بل بدأ في رسم خارطة طريق جديدة. تلك الخطة جديدة تبدو في ظاهرها تقاربا رياضيا، وفي باطنها خطة ماكرة لكسر الجمود وفتح أبواب العالم أمام الكرة الإسبانية. فهذه المرة لم تكن البوصلة تشير إلى ميامي، بل إلى القارة السمراء، وتحديدا إلى المغرب. لسنوات حاول تيباس إقامة مباريات من الدوري الإسباني في الخارج، وكانت آخر محاولة لمباراة فياريال وبرشلونة في ميامي الأمريكية، لكنه فشل لأسباب مختلفة. هذا الفشل لم يقتل الفكرة، بل حولها إلى مناورة أذكى. فالمغرب اليوم ليس مجرد جار جغرافي، بل هو الشريك الاستراتيجي في تنظيم كأس العالم 2030. ومن هنا وجد تيباس في المغرب المختبر المثالي لتنفيذ مشروعه، فإذا نجحت التجربة في الدار البيضاء فلن يجرؤ أحد على منعها في ميامي أو الرياض أو طوكيو. إليك 5 أسباب تجعل من خير المغرب ضربة معلم من دهاء تيباس.
الأولى القرب الجغرافي واللوجستي، مباراة في البيت. الثانية القاعدة الجماهيرية المرعبة، مملكة ريال مدريد وبرشلونة. الثالثة استغلال التجربة المغربية الناجحة. والرابعة الترويج لمونديال 2030، ضرب عصفورين بحجر واحد. خامسا المغرب جسر العبور إلى ميامي والعالم. خطة تيباس في المغرب ليست مجرد محاولة لتنظيم مباراة كرة قدم بعيدا عن القواعد التقليدية، بل هي حصان طروادة الذي سيستخدمه لاقتحام الأسواق العالم. نجاح كلاسيكو أو مباراة كبرى في المغرب يعني سقوطا آخر حصون المعارضة في إسبانيا، وتحويل الليغا من دوري محلي إلى عرض عالمي متنقل يبدأ من الجار المغربي لينتهي في كل عاصمة كبرى حول العالم، مما يمنح الكرة الإسبانية تفوقا اقتصاديا وتاريخيا لا يمكن إيقافها.